ايه هي اعراض الانزلاق الغضروفي؟ بمنتهى البساطه الام في اسفل الظهر مع الام في احد الساقين او كلا الساقين على حسب اتجاه الخروج بتاع النواه. لو اتجاه الخروج وسطي في النص هيعمل الام في الساقين، لو اتجاه الغضروف الانزلاق في احد الساقين هيحصل الم في احد الساقين بالمناسبه. بعد كده ممكن يحصل تقل في القدم، سواء في باطن القدم او ظاهر القدم الاثنين، او في الركبه على حسب فين الانزلاق، في الفقره الثالثه والرابعه والخامسه ولا الخامسه والاولى. طيب نشخص ازاي؟ اسهل حاجه طبعا الرنين المغناطيسي. هل شرط ان يحصل الام في الظهر في كل حاجه؟ لا مش شرط. ممكن يبتدي يحصل الام في الساقين من غير الم في الظهر خالص. كتير قوي يجوا لي في العياده يا دكتور انا ما عنديش الم في ظهري، انت عايز تعمل اشعات ليه على الظهر؟ انا عندي الالم في رجلي. اقول له ان الم الرجل ناتج عن الانزلاق الغضروفي اللي في الظهر، لانه مش شرط كل حالات الانزلاق يبقى فيها الم في الظهر. المركز الطبي للمقاولون العرب، خبره ثقه تميز.